السلام عليكم، كيف حالكم؟ اليوم اللي حبت دير التشاراك المسكر وما لقاتش الوصفة الشابة والوصفة الناجحة 100% والاقتصادية. تدخل تشوف هذا الفيديو، ولكن قبل ما تدخل تشوف الفيديو نتمنى منكم تصلوا على محمد صلى الله عليه وسلم، وبعدها ديروا لي اشتراك اذا كنتي مش مشتركه، واذا كنتي اول مره دخلتي ليا نقول لك مرحبا بك، ونتمنى تخلي لي تعليق مشجع، وكذلك نتمنى تجربي وصفاتي وخصوصا هذه الوصفه هذه تاع التشاراك. هنا نبداو. عندي هنايا 500 غرام فرينه مغربله، وهنا ضفت معاها 250 غرام مارغرين طريه، وضفت معاها ملعقه سكر ناعم وملعقه لافاني، وكذلك ضفت العطر تاع الزبده. اذا كان ما عندكمش عطر الزبده يعني تقدروا تكتفوا باللافاني اذا كانت متوفره. وضفت كذلك ملعقه صغيره ملح، وضفت كذلك 2 ملاعق تاع زيت نباتي، فقط باش تكون العجينه يعني تكون طريه اكثر. وهذه العجينه ما تطلقش يعني الزيت، يعني وصفه روعه نتمنى تجربوها. وهنا السر تاع العرايش او التشاراك، لازم العجينه تبسوها، يعني تحاولوا تدخلوا الكميه تاع الزبده والزيت جيدا، يعني تعملوا هذه العمليه هذه، وبعدها باش تضيفوا ماء الزهر. وعندي هنايا نصف كأس تاع الماء الزهر، نضفت نصف كأس فقط يعني للعجينة. وهنا أنا نضيف بشوية فقط ونلم فيها، يعني ما تعجنوهاش، خلوها بهذا الشكل هذا، يعني حتكون معكم طرية كما تلاحظي. كي تشكلوها ديبول يعني ما تهبطش، يعني تمحك ما روحها. انا راح نديرها يعني كريات صغار، عيني ميزاني. اذا كان ما عندكمش الميزان تقدروا يعني تعتمدوا على ديروا حبة واحدة يعني دائرة وتخدموا عليها كامل الدوائر الاخرى. هنا نروحوا للحشو. انا الحشو هنايا كان عندي كمية تاع كاوكاو، حمصتها ورحيتها، يعني شويه خشين شويه رقيق. تحصلت على 3 كيلات تاع كاوكاو، وضفت معاهم قرصه تاع قرفه مرحيه وملعقه صغيره تاع مارغرين، وضفت معاهم كذلك كيلة تاع السكر، يعني ما ضفتهاش كامل، خليت تقريبا ملعقة. وهنا النصف الآخر تاع الماء الزهر أنا راح نديرو للحشو، راح نديرو كامل. يعني هذا المقادير اللي عطيتها لكم تاع التشاراك يعني مضبوطة، وراح يجيكم شراك كذلك بنين ويذوب في اليد قبل الفم. شوفي هنا انني كملت كميه تاع الماء الزهر، يعني كاس، درت نص العجينه، والجزء الاخر اللي بقى لي انايا درتو للحشو. هنا شوفوا الحشو اللي تحصلت عليه. انا حنديرو كذلك ديبول، يعني هنا الكريات لازم يكونوا شويه صغار على الكريات تاع العجينه باش يكون توازن. هنا حنديرها كامل ديبول، وبعدها نغطيها بكيس بلاستيكي غذائي. وبعدها نبدا نخدم. يعني العجينه لازم هنا ترتاح، خلوها ترتاح ساعه او نصف ساعه. هنا بعد ما ارتاحت العجينه انا حنخدم معكم حبه، يعني اللي ما تعرفش كيفاش دير التشاراك المسكر نتمنى منها تشوف الوصفه من البدايه للنهايه. راح تكون تعتمد هذه الوصفه هذه، وراح تنبهر يعني بالنتيجه. فقط ما عليكم غير تتابعوا من البدايه الى النهايه تاع الفيديو. هنا شوفوا كيفاش راني ندير الحشو ونضغط، ندور على العجينه ونضغط وندور ونضغط حتى يتشكل عندي يعني حربوش. وبعدها راح نثني الجوانب للداخل، للجزء الداخلي، حتى تولي لي شكل هلال كما نعرفوا الشكل تاع التشاراك كامل. هنا هذه العجينه كذلك نقدروا نديروا بها كذلك العرايش، يعني صالحه للعرايش والتشاراك، عجينه متعدده الخدمات. حتى الحشو كذلك. راح نزيدو الحبة الثانية. البنات ما تنساوش تخلوا لي اشتراك وديروا لايك كذلك للفيديو، يعني باش تعم الفائدة. كاين بنات مبتدئات ما يعرفوش كيفاش يديروا التشاراك، نتمنى منهم يشوفوا الوصفة هذه، راح يكونوا محترفين فيه ان شاء الله. شوفوا كيفاش انا درت معكم الحبة الثالثة. وبعدها راح نثقبهم كامل بعد ما نكمل التشارك اللي عندي كامل. راح نثقبهم بالفرشيطه يعني باش ما يتنفخوش في الفرن، وبعدها نديرهم يطيبوا. خليهم يرتاحوا باش يتموا شادين لافوغ نتاعهم، وبعد ما يطيبوا
خلّيهم يبردوا شوية، ومن بعدها أنا درت شاربات يعني مش طايبة. جبت تقريبًا نصف كأس ماء زهر، وملعقة صغيرة لافاني، وكذلك 2 ملاعق سكر ناعم. تحصلت على هذا الخليط هذا، راح نغطس فيه الحبات تاع الشاراك تاعي كامل، باش نخليهم كذلك يقطروا شوية، وبعدها راح ندردر عليهم السكر الناعم. يعني هذه الشربات راها مش طايبة، هذه الشربات يعني حيكون كلش بارد في بارد، هكذا يعني. وما ديروش هذيك الوصفة هذيك تاع اللي يديروا ملعقة تاع فرينة، هذيك الطريقة مش مليحة يعني مش محببة. يعني كاين أخواتي يديروها ولكن أنا ما نفضلهاش. حبيتكم فقط ديروا هذا الخليط راح يكون أحسن. وهنا بعد ما دردرت عليهم كامل السكر الناعم، راح نضغط شوية فقط باش ما يتكسروش. هنا الشراك هنايا راه طري بزاف بزاف، يعني كنت تركزوا عليه بزاف راح يتكسر لكم يعني بشوية فقط. وبعد راح نهز بالوحدة يعني اللي درتها الأولى، راح نهزها وننفضها من السكر الناعم في طبق تزيين، وندردر عليهم السكر الناعم. وشوفوا هنا النتيجة النهائية. إن شاء الله تعجبكم الوصفة وتجربوها وتكونوا تعتمدوها. شوفوا الحبة من الداخل كيفاش جات طرية ومعسلة معسلة من الداخل، وحتى القوام تاع الحبة يعني شادة روحها ومتماسكة، والبنة تاعها ما نحكي لكمش روعة روعة. البنات جربوا هذه الوصفة هذه وجربوا طريقتي ما تندموش. شوفوا حتى الشكل، يعني أنا بلا ما وزنتهم جاو على حبة واحدة. يعني ما شاء الله خدمة يعني متقونة. كي يكونوا المقادير مضبوطة راح يخرجوا لكم. أنا هنايا خرجت لي تقريبا 50 حبة تاع شاراك ب 500 غرام فرينة و250 غرام مارغرين. تحصلت على 50 حبة تاع شاراك. وهذه الوصفة مليحة بزاف للناس اللي تحب تخدم مشاريع، راح تخرجهم بزاف بزاف. وفي النهاية نتمنى تخلوا لي لايك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.